كي دايرين؟ لاباس بخير؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نحضر معكم العسل ديال الدار، كيجي زوين وكتعرفيه اش درتي فيه. المهم كيجيني انا العسل زوين، مع كندير فيه داكشي ديال الاعشاب، كيجي زوين. نبداو بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دابا ندوزو للمقادير والطريقه ديال التحضير. المقادير اللي كنحتاجو لهذا العسل: عندي قالب ديال السكر، عندي طرو ديال الماء، عندي هنا ليمونه كنقطعها دوائر. بالنسبه للعشوب عندي هنايا فليو، عندي الزعتر، عندي هنا الدرغموس، عندي القرفه عويدات، عندي هنا عصا سيدنا موسى، عندي الخروب. اللي ما عندوش هادشي ماشي مشكل، المهم انا كيعجبني هاد العشوب، كيجي العسل زوين. المهم اللي ما عندوش هاد العشوب هادو انا حتى تصاوبوا كاينين عندي، اللي ما عندوش يدير غير القرفه وديك الباديان. انا الباديان ما عنديش. دابا غادي ندوز نهرس هاد السكر وغادي نرجع معاكم. دابا حنا السكر حنا هرسناه، درنا في هاد الكوكوت. هاد العشوب هادو انا غسلتهم مزيان ودرتهم في هاد الكميسه هادي، تكون عندكم شي تويب. وهاد الليمونه انا قطعتها بحال ما هكا دوائر، حيت لها العظومه ديالها. دابا غادي نجي نخوي الماء صافي، وغادي نخليه ليله كامله. مره غادي ندوز نبدا نحرك تيذوب ليا داك السكر، وعاد ندوزو باش نطيبوه. صافي دابا غنسدو الكوكوط ديالنا ونخليوها تبات ليله كامله. البنات غادي نحلو الكوكوط ديالنا بعد ما خليناها ليله كامله، ندوزو تشوفوها. ها هي بعد ما حليناها. المهم انا راه كنت مره كندوز كنحرك. صافي دابا هو داب لي السكر. دابا غادي نديرو فوق البوطه ونخليه حتى تتغلي لينا الكوكوط، وبعد ما تغلى نخليو صافي نسدو عليه ونقصو البوطه ونخليوه 40 دقيقه. البنات لحقت 40 دقيقه غادي نطفي الكوكوط ديالنا ونحلها ونشوف. دابا غادي نزيدها شويه ديال الطياب حتى يحمروا لينا هاد الدائره ديال الليمون، ومن بعد غادي ندوزو نهزو شويه ونخويو فشي طبيسيل. الا هي العسل جمدت لينا راه باقي ما تقاداتش، الا بقات كانت سائله راه صافي العسل ديالتنا هي هذيك. صافي انا دابا شلت عليها العافيه وغادي نخليها، ما بقاش نسد الكوكوط، نخليها حتى تحمر شويه. دابا غادي نجيب واحد الطبيسيل. دابا العسل حنا مازال ما عطيناش اللون، خاصها تعود حمراء. المهم البنات انا زدتو 10 دقائق، خليته حتى ياخذ ديال اللون. دابا غندوز باش نجربو نشوفوا الا بقى غندير فشي طبسيل ونخليه حتى يبرد. الا هو تجمد لينا راه مازال خاصو شويه طياب. الا صافي جانا هو هذاك غادي نكتفيو بداك القدر بركه. دابا الا دار لينا يبس العسل في طبسيل غادي نطيب الماء ونزيد كاس ديال الماء، غادي نزيدو على هذا العسل ديالنا، غادي نحرك يلا تجي الكوكوط تكون الغليه. صافي غادي نطفي عليه. هذه الا جبد لينا العسل، الا جانا ما جبد ما والو غادي نكتفي بداك القدر بركه عليه. نزيد شويه ديال العسل غادي نخويو في هذا الطبيسيل. ها هو. المهم راه عطانا اللون دابا شويه، غنزيدو شويه ديال الطبيخ حتى ياخذ لينا اللون. دابا غادي نحيد هاد الكميسه هادي، نحيدها اللي فيها هادشي ديال الاعشاب، غادي نعصرها مزيان نحدها سخونه ونحيدها. صافي وغادي نطفي الكوكوط ديالي وهي اللي ندوزو نجربوا العسل ديالنا كيفاش جا. المهم البنات بعد ما درت العسل في هاد الطبيسيل جاني العسل انا جمد شويه. دابا غادي نزيد عليه كاس ديال الماء، نزيدو على هاد العسل ديالنا. بعد ما تغلى لينا الكوكوط صافي غادي نطفيو. المهم خليكم معايا ما غاديش. دابا انا عندي كاس ديال الماء طايب. بعد ما درت الكاس ديال الماء طايب صافي غلات ليا الكوكوط بحال ما هكا. صافي انا غنطفي عليها. صافي العسل ديالنا واخده لينا اللون. دابا غنجيو نحيدو هاد القطعات ديال الليمون. البنات ها العسل ديالنا كيجيني على هذا الشكل. المهم انا فاش طاب قبيله العسل وجربته في واحد الطبيسيل جمد ليا العسل. بعد ما جمد العسل شديت انا طيبت الماء وزدت كاس ونص ديال الماء. المهم انا طفيت البوطه عاد زدت كاس ونص. صافي غير حركت بحال ما هكا صافي وانا نخليه. جيت جربته في هذا الطبيسيل هذا. ها هو. المهم راه العسل ديالي تقادات ليا. دابا في الكوكوط باقا سخونه ويني هنا صافي راه بردات. ها هو العسل جانا على هذا الشكل. المهم بقات لي العسل ما بغيتهاش تكون جاريه بزاف، خاصها تكون ثقيله شويه على حساب المعسلات ولا الشباكيه.
المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، تنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. المهم اللي عجبو هذا الفيديو ما ينساش يتابونا عندي في لاشين ديالي باش يتوصل بكل جديد، فضلا منكم وليس امرا. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.